السلام عليكم وأهلا وسهلا للمشتركات في القناة ديالي، وأيضا للجديدات والزائرين لكي يزوروا القناة ديالي أيضا. اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة جديدة بمكونات في متناول الجميع، اللي هي خبيزات بحشوة بيتزا على شكل ساندويش مفاجأة. فهي مشبعة اقتصادية ولذيذة جدا جدا. وهاد المكونات هما اللي وجدت هاد النهار. واحد 500 غرام او نصف كيلو ديال دقيق. هاد الدقيق سبيسيال ديال بيتزا اللي كيتباع في المحلات التجاريه، ويمكن لكم ديروا الفورس او دقيق الابيض اللي كنعملوا به الخبز بحال بحال، واللي مهم هو الطريقه. اما الخميره العجين جوج على شكل حمصه، والملح على حسب الذوق، وملعقه صغيره ديال السكر. وكنضيفو واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون للدقيق، او 30 غرام. هذا الزعتر واحد ملعقه صغيره كنحكوها مع يدينا، والماء واحد 735 مليلتر ديال الماء، اي 2 كيسان ديال العنبه. اذا والحشوه هي هذه. كاين الكفته كالعاده، كنعملوا الكفته ديالنا بالملحه والابزار والتحميره وشويه ديال قزبر معدنوس والبصله محكوكه، ونديروا الكويرات وندوزوها شويه د المقله ونطيبوها شويه مزيان. وهذا الفرماج ديال الجبن ديال البيتزا موتزاريلا، واي جبن مزيان مهم. الجبن كيجي مزيان في حشوه البيتزا. وهذه صوص طوماط. وهادو المكونات ب6 لغات: بالإسبانية، هذه بالفرنسية، بالألمانية، وغادي ودابا غادي نبداو بسم الله على بركة الله. غادي نضيفو هادوك المكونات: الملح والسكر والخميرة العجين. وان شاء الله غادي كالعاده كنفسخوها كنرملوها مع الدقيق. ودابا كنضيفو زيت الزيتون 30 غرام حيت وزنتها في الميزان. وهذه الزعتر اللي كيعجبو، اللي ما كيعجبوش ما يضيفوش، هو مزيان كيساعد الهضم. والماء في الاول كنضيفو غير ربع لتر، باش كنضيفوها الماء شويه بشويه، ومن بعد كنزيدو واحد نصف ربع، اي 125 مليلتر. هذه هي العجينه. حصلت على واحد العجينه خفيفه، غنخليها واحد 20 دقيقه تخمر، ونغلفها بهذيك الفيلم اليمونتير. دابا هي خمرت، دازت عليها 20 دقيقه. كتشوفوا كيفاش عندها النفس بين العجينه. ونغبروا الطبله ديالنا بالدقيق باش نجمعوا هاد العجينه ديال البيتزا. وانا عملتها شويه خفيفه، ولكن ماشي مشكل للمبتدئات يعملوها شويه قصحه، واحد شويه باش يتحكموا فيها. ودابا نخليوها ترتاح، ومن بعد ما ارتاحت قرصت الكويرات على شكل برتقالة. هذه هي الطريقة باش نقطعوها سهلة، وبلا ما نخليوهم يرتاحوا ولا والو، غير نغبروا عليهم شوية دقيق باش كنطلقوهم غير باليد بالاصابع. دابا غنعملو الحشوه ديالنا. غادي نبداو من واحد ملعقه كبيره ديال صوص طوماط. من بعد انا عملت واحد شويه ديال الابزار ومطحون، وشويه ديال السودانيه حاره،
واللي ما كتعجبوش ما يديرهاش ماشي مشكل. دابا غادي نضيف الجبن ديال البيتزا وواحد الكويره ديال الكفته، وغادي نشدوه هذيك الدقيق، هذيك العجينه غادي نجمعوها نشدوها مزيان ونحطوها فوق الصينيه. باللي هذه غادي نعاود نعمل لكم واحد النموذج اخر. نديرو عاود في الاول صوص طوماط، فروماج، كتجي لذيذه بزاف. دابا غادي تجربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم. هي كتجي بحال شي ساندويتش ولكن مفاجأة، بديك العجينه ديال دقيق سبيسيال ديال البيتزا مع ديك البنه ديال الزعتر. ودابا غندهنها غير بالزبده المذابه، دغيا كتطلع دغيا كتخمر. هي خمرت. دابا غادي نطيبها في الفرن ساخن 250 درجه الحراره. وملي كطيب نصف الطياب كتبدا تحمر واحد شويه، كنبقى ندهنها واحد شويه بقزبور، معدنوس والثومه مفرومه، مع نخلط معها شويه الزبده. واللي ما كيعجبوش الدهون يطيبها غير هيداك ماشي مشكل، بحال الخبيزات عاديين، ولكن كتعطي لا ديك الثومه وديك القزبور المعدنوس كيعطي واحد البنه مزيانه. هاد الوصفه غادي تعجب الوليدات بزاف، وهي ماشي مقرمشه وانما خبيزات رطبين بزاف. ها هي طابت وتحمرت، ودابا ان شاء الله غادي نجربوا وحده غادي تشوفوا من داخل. وكنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وغادي تردوا عليا. هي مشبعه عائليه، شتو خاويه من داخل، وديك الجبن اللي فيها مذوب وسخونه كتشهي. هذا واحد العشاء مزيان، واحد العشاء ديال الشان والمكان. وكنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه توصلكم وتشوفوها وفرجه ممتعه وتقسموها مع بعضكم البعض وتستفدوا مع بعضكم. والى اللقاء، وخليتكم على بركه الله الى الفيديو القادم.